يا أستاذ هشام. ايه يا عبد الله عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله، بس متضايق شوية. ايه اللي حاصل فيه مالك؟ والله النهارده كان معايا حكاية، مم. أنت لو سمعتها تحس إن أنا بقول لك سيناريو فيلم، وأنا كنتش مصدقها لحد ما مسكت المحاضر بتاعتها. ايه حكايه ايه طيب؟ أنا ليا موكل عندي بقاله متجوز كده بقاله 5 6 شهور، فمن تاني شهر جواز بدأت المشاكل بينهم. وبعدين؟ تروح عند أهلها تغضب يجيبها. من شهر كده، من أسبوعين قالت له تعالى نخرج في المكان الفلاني. راحوا خرجوا وهم قاعدين، انا عايز ادخل حمام. دخلت الحمام غابت شويه، ايه المشكله؟ فهو قاعد برضه قال ايه المشكله. لقى امين شرطه ضابط و2 امراء شرطه داخلين عليه، وراحت هي طالعه ده اعتدى عليا وضربني شتمني. فهو بيحسبها بتهزر، قال لك طب ما تهزريش ممكن يفتكروا الكلام بجد. لا انا بتكلم بجد ومش عارف إيه. فهو اتنرفز، هو لا ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، اهو بيزعق قدامكم وبرضه عايز يعتدي عليا تاني. يلا نروح على القسم. راح على القسم، يتفاجئ هناك ان هو عليه محضر تبديد واخد فيه 3 سنين. تبديد من الزوجه دي؟ تبديد من الزوجه دي وهي لسه على ذمته؟ وهي على ذمته واخد فيه لا 3 لا سنين. لا لا. والمصيبه بقت مصيبتين كده بالنسبه له. وطبعا بات عشان يعمل معارضه ويخرج تاني يوم الصبح في التبديد. في التبديد. ومحضر الضرب مشي برضه؟ مشي. وعامله تقرير طبي؟ وعامله تقرير طبي. لا حول ولا قوه الا دلوقتي بالله. مش عارف ايه الحل، مش لاقي لها حل. لا ان شاء الله كل حاجه ليها حل. يعني خلينا نمسك موضوع بالنسبه لمحضر الضرب بس. روح صوره وهاته، وهات التقرير الطبي عشان نشوف ايه اللي حصل فيه. وبعدين لو في تفريغ كاميرات هيهمنا قوي، ولو في ناس شافوا الواقعة وشهدوا وتعاطفوا معاه يعني هيبقوا مهمين جدا كشهود في موضوع محضر الضرب. وباذن الله برضه في قضيه التبديد نشوف ايه الموضوع، وان شاء الله يخرج منهم على خير. ان شاء لا الله. حول ولا قوه الا بالله.